في منطقة الزبالين. بعد إعدام الخنازير بقت في مشكلة بتواجه منطقة الزبالين، إن بواقي الأكل ما بيعرفوش يودوها فين. مشكلة الزبالة كبرت، بالتالي ابتدت الحشرات تكتر، الفئران مثلا، الكلاب، القطط. أنا اسمي حنا فتحي وساكن في منشية ناصر وعندي 27 سنة. بعد مشكلة عدم الخنازير كانت مشكلة الزبالة كبرت، ففكرنا إن احنا نستخدم حاجة بديلة للخنازير. فالفكرة الجديدة كانت إن احنا نستخدم زبالة المطبخ في إن احنا نولد منها طاقة نطبخ بيها ونسخن بيها. تكلفة النظام ده مش غالية أوي، هي بس 1100 جنيه وبتدفع بس مرة واحدة. هو الجهاز فكرته بسيطة جدا، إن هو كونتينر أو زي تانك مثلا بيبقى فيه البكتيريا مع الأكل مع مية بنكمل بيها الخزان. بعد ما بنطحن بواقي الزبالة اللي باقية من المطبخ من امبارح بنحطها في الماسورة، بتدخل من هنا لحد السنتر بتاع أو المركز بتاع الخزان. من جوه الخزان فيه بكتيريا اللي احنا حطيناها في الأول من الروث لأول مرة، احنا بنحطها بس مرة واحدة وبنكمل الخزان بعد كده بمية. البكتيريا بتبتدي تاخد الأكل ده بتاكله وتحلله وتطلع غاز الميثان اللي هو مع الإنتاج وبيعمل ضغط فبيرفع الخزان ده. الخزان ده في البداية بيبقى نازل لتحت، بعد ما بيترفع لفوق احنا بناخد الغاز من هنا في الخرطوم بينزل لتحت، بنستخدمه نطبخ بيه أو نعمل بيه شاي أو بنستخدمه في تسخين مية ممكن. في خرطوم موصل بين البيوغاز وبين الشعلة دي، بستخدمه في الشقة ان انا بعمل عليه الاكل بتاعي، بعمل عليه الشاي بتاعي، بستخدمه مكان البوتاجاز العادي بتاعي. بيوفر لي في ان انا مش بستخدم، يعني كان قبل ما نعمل المشروع كنت بستخدم انبوبتين في الشهر وممكن توصل ل3، بس دلوقتي انا بستخدم ممكن انبوبه كل شهر، كل 45 يوم انبوبه واحده، عشان كل احتياجاتي الاساسيه بعملها هنا. خلال الفتره دي في زوايد او في ميه زياده مع بكتيريا، مع الفضلات بتاعه البكتيريا بتخرج من هنا بتنزل في الجردل ده، بتبقى زي مثلا السماد. بناخد السماد ده بنحطه للزرع، وكمان من ضمن الحاجات ان هو لما بنقضي على المخلفات الزباله بنقلل من الانبعاث اللي هو بتاع ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان، لان هما الاثنين دول هما اللي عاملين مشكله التغير المناخي. يمكن ابسط حاجه النهارده الجو سخن جدا، فدي من ضمن الحاجات. وكمان ان الزباله لما احنا بنشيلها من الشوارع او من الزباله بتاعتنا نفسها، بدل ما بنخلطها مع البلاستيك والورق، بنقلل من كميه الحشرات والفئران والحاجات اللي هي بتنمو على الزباله دي. تبطيء في كل حاجه، في الاكل وفي الجوع. ايوه يا عم تعبان شويه. تفتكر هنلاقي حاجه فوق؟ هنلاقي. كل واحد من الفريق بيبقى مهتم اكتر انه ينشر الفكره ويكلم الناس اللي يعرفها او اصدقائه او حتى على الفيسبوك والانترنت. بنحاول ان احنا نبعت رسائل، بنحط الصور بتاعه الاخبار بتاعتنا اول باول. كل وقت يعني تحط زباله وتلاقي عندك على طول شغال، مش لازم كل يوم تشتري انبوبه او كل يوم. خلاص يبقى كده احنا ممكن نعمل عندكم انتوا الاثنين نبتدي. احنا بنقعد مع الناس بنحكي لهم ان هو فيما بعد هينتهي الجاز اللي هو الانابيب، فدوت هيبقى المستقبل بعد كده، ان هو مثلا يستخدم البيوجاز، مش هيشتري انابيب بيوجاز تاني، وهيستخدم دوت للمطبخ 2 أو 3 في اليوم، وهيبقى عنده اللي هو مكفيه، ممكن ينتج منه كمان كهرباء. في منشية ناصر هنا دربنا كل الناس اللي عندهم أنظمة. احنا عملنا تقريبا 4 في منشية ناصر و1 في الدرب الأحمر. وعملنا تقريبا 3 أو 4 في شركة في طريق مصر الصحراوي، وعملنا برضو في كينيا عملنا حوالي 7، وفي تنزانيا عملنا 3.
ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها عشان ننشر المبادرة دي لأي حد حابب ان هو يتعلم او يعرف من ايه اللي احنا بنعمله او يشوف بعينيه عشان يصدق. بيجي البيت هنا او بيجي ممكن الدرب الاحمر او اي مكان فيه نظام بيوغاز، فبيشوف ازاي احنا بنعمله وبنشرح له ازاي الطريقة. في الدرب الاحمر لما كنا بندرب الشباب اللي هم كانوا المفروض هيبقوا مدرسين يدرسوا للولاد الصغيرين عن البيئة، كان عندنا نظام بيوغاز كنا عايزين نحطه في مكان في الدرب الاحمر وحد يهتم بيه ويشارك كمان الناس ويحكي عن الخبرة بتاعته. فكان في واحد اسمه الحاج حسين في الدرب الاحمر، كانت بنته حد من ضمن المدرسين اللي احنا بندربهم، فهم كانوا حابين ان هم يهتموا ويقوموا بالفكره دي او انهم ياخدوه في بيتهم. ايه اخبار البيوغاز؟ تمام. ابتدى يعلى اهو. شغال اهو. من حوالي سنه وشويه كده كانوا الجماعه بيدوروا على حته يعملوا فيها المكان البيوغاز، وقلت لهم تعالوا ركبوه عندي. بس النهارده عشان الدنيا حر البكتيريا بقى اشتغلت يعني غزت جامد. اليومين دول الزباله اللي عندك بتكفي النظام ولا؟ كفي على القليل انا ما برميش زباله يعني. اهم فايده للبيوغاز وتجربتي معاه يعني ان هو على القليله هيلم لنا الزباله السائله اللي هي الاورجانيك جاربش ده، انا اضمن ان انا مش هرميه في الشارع لان انا بقيت بحافظ عليه وبحطه فيه. بعد كده في ناس عرفوا الفكره وحبوها واقتنعوا بيها وعملت لهم السيستم. انا اوريدي عملت 2، انا عملت جهازين لحد واخبار بتاع مركز البحوث ومركز البحوث عملت لهم 1. انا بتمنى ان الموضوع يتعمم على كل القاهره او كل مصر. ليه؟ لان ده هيكون المستقبل لينا ولاولادنا ولكل الناس. احنا عندنا درجه الحراره المناسبه جدا للبكتيريا اللي هي ممكن تنتج لنا كل الغاز اللي احنا محتاجينه من الزباله، اللي هي ممكن تكفي القاهره كلها.